عمرك سألت نفسك هل ممكن يكون في حضارة كاملة اختفت قبل آلاف السنين متقدمة أكتر من أي حاجة نعرفها دلوقتي وفجأة اختفت؟ يعني حرفيا مدينة كاملة من غير أثر، مش موجود منها غير حواديت وأساطير. المدينة دي هي أطلانتس. من أول ما الحكاية دي طلعت وهي بتشغل عقول الناس والعلماء والفلاسفة، حتى الناس اللي بتحب الخيال والمغامرات. يا ترى هل هي كانت حقيقية والّا قصة معمولة لمجرد العبرة؟ أول واحد ذكر أطلانتس كان الفيلسوف اليوناني أفلاطون، وكتب حكايتها في حوارين مشهورين، تيماوس وكريتياس. أفلاطون قال إن القصة جات له عن طريق جده الأكبر كريتياس، اللي بالمناسبة يعني هو سمعها من كهنة مصريين في مدينة سايكس. المصريين زمان قالوا إن في جزيرة ضخمة جدًا وراء أعمدة هرقل، اللي هو مضيق جبل طارق دلوقتي. كانت موطن لناس متقدمين بشكل مش طبيعي، ناس عندهم علم الهندسة وقوات بحرية وزراعة متقدمة، ومستوى حضارة أرقى من غيرهم بكتير. الجزيرة دي كانت أطلانتس. أفلاطون وصف أطلانتس بطريقة مبهرة جدًا. قال إنها كانت جزر داير ويدور وكأنها دوائر متتالية حوالين العاصمة بتاعتها. في المركز كان موجود القصر الملكي، والدايرة اللي حواليه كان موجود فيها معابد وتماثيل ضخمة جدا. بعديها دوائر مائية، كل ده كان معمول بقنوات وقصور عشان السفن تعدي. أفلاطون قال كمان إن الأرض عندهم كانت خصبة جدا ومليانة محاصيل كتير وحيوانات كتير، وإنهم كانوا متفوقين في الهندسة المعمارية بشكل يخلينا نتصور إن هي مدينة من المستقبل مش من الماضي. حسب القصة أطلانتس ما كانتش مجرد مدينة عادية، دي كانت إمبراطورية جبارة، سيطروا على أجزاء كبيرة جدًا من أوروبا وأفريقيا، لكن زي أي قوة بتتغر وبتتجبر بدأوا يطمعوا أكتر، وقرروا ياخدوا أثينا. وهنا حصل اللي ما كانش حد متوقعه خالص. أثينا رغم إنها أضعف منهم بكتير إلا إنها انتصرت عليهم عادي، وبعد فترة بسيطة من الهزيمة الكوارث الطبيعية ضربتهم، زلزال ضخم وبعديه فيضان هائل. في ليلة واحدة الجزيرة كلها اختفت وغرقت في البحر، وما حدش شافها تاني بعدها خالص. هل أطلانتس حقيقة والّا خيال؟ وهنا يبدأ الجدل الكبير. في ناس شايفة إن أفلاطون اخترع القصة دي كأسطورة تعليمية علشان يورّي الناس خطورة الطمع والغرور بس. في ناس تانية مقتنعة إن الكلام ده وراه حقيقة تانية خالص. والمؤرخين زمان ما كانش عندهم أي ذكر لأطلانتس زي هيرودوت مثلًا، بس بعض الجغرافيين بعده اتكلموا عن جزر غامضة موجودة في المحيط الأطلسي. وفي العصور الوسطى الحكاية دي اتدفنت خالص. لكن مع عصر الاكتشاف لما كولومبوس اكتشف الأمريكتين الناس افتكرت إن ممكن تكون دي أطلانتس. بالمناسبة حتى اكتشاف كولومبوس للأمريكتين جه عليها كلام تاني، دي هيبقى لها حلقة تانية لوحدها. في أسبانيا والبرتغال في ناس كتير قالت إن جزر الأزور هي دي بقايا أطلانتس، وفي أمريكا اللاتينية المايا والإنكا كان عندهم أساطير عن مدن وجزر غرقوا في البحر. الناس بقى ربطوا الأساطير دي بأطلانتس، حتى إن بعض علماء الآثار دلوقتي بيحاولوا يثبتوا إن أطلانتس موجودة في البحر المتوسط، وقالوا إن هي ممكن تكون موجودة عند جزيرة سانتوريني اللي حصل فيها انفجار بركاني ضخم سنة 1600 قبل الميلاد. الانفجار ده فعلا دمر حضارة المينويين اللي كانت في كريت، وبعض العلماء رجحوا إن قصة أطلانتس متاخدة منها أساسا. العصر الحديث والجنون بأطلانتس. في القرن التسعتاشر ظهر واحد اسمه أغناطيوس دونيري كتب كتاب مشهور عن أطلانتس، وقال في الكتاب ده إن أطلانتس مش مجرد قصة عادية، دي الحضارة الأم اللي خرج منها كل الحضارات التانية، الحضارة المصرية والأشورية حتى حضارة المايا. قال إنهم كلهم اتعلموا من أطلانتس. بعد كده بدأت الفكرة تدخل في الثقافة بتاعتنا أكتر، من أفلام كتب ومسلسلات كلهم اتكلموا عن حضارة أطلانتس. طب والعلم بيقول إيه؟ والله الجيولوجيين بيقولوا إن مفيش أي دليل علمي على إن في قارة غرقانة في المحيط الأطلسي، بس في نفس الوقت إحنا لحد دلوقتي ما اكتشفناش غير 5% من المحيطات بتاعة الأرض. وارد جدًا تكون موجودة. في الآخر بنوصل سؤال كبير، هل أطلانتس فعلًا كانت موجودة والّا دي مجرد قصة كانت معمولة للعبرة والفلسفة؟ ولو هي موجودة يا ترى موجودة فين؟ هل هي موجودة في جزر الأزور والّا غرقانة جنب سواحل المغرب والّا موجودة في البحر المتوسط؟ سؤال هيفضل إجابته موجودة. وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة، ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.